ريال مدريد مرشح لمواصلة الهيمنة الأوروبية في كأس العالم للأندية. تنطلق كأس العالم لأندية كرة القدم في واحد من نسخها الأخيرة بالنظام الحالي يوم الأربعاء في المغرب بمشاركة 7 أندية، حيث سيكون ريال مدريد الإسباني مرشحا لمتابعة الهيمنة الأوروبية. وكان رئيس الاتحاد الدولي فيفا السويسري جاني إنفانتينو كشف قبل يومين من نهائي مونديال قطر 2022 عن مصادقة مجلس فيفا على إقامة نسخة 2025 بمشاركة 32 ناديا. النسخة الأولى ستكون في صيف 2025، وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيه. ولم يعلن فيفا عن تفاصيل النظام الجديد، بيد أن النقابة الدولية للاعبين المحترفين في فيبرو اشتكت من إعلان إنفانتينو من جانب واحد دون التشاور بجدية مع اللاعبين. وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 ناديا، بينما 8 من أوروبا، لكن جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم. وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة 6 أندية وممثل عن الدول المضيفة. إلى ريال مدريد بطل أوروبا يشارك فلامينغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، الوداد البيضاوي المغربي بطل إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري الذي دعي للمشاركة نظرا لخوض الوداد صاحب الأرض البطولة بصفته بطلا قاريا. كما يشارك الهلال السعودي بطل آسيا 2021 الذي سماه الاتحاد القاري لعدم انتهاء مسابقة دوري أبطال آسيا وعن كونكاكاف. يشارك سياتيل ساوندوز الأمريكي، فيما يخوض أوكلاند سيتي النيوزيلندي البطولة بصفته بطلا لأوقيانيا. وبعد 5 نسخ أقيمت في منطقة الخليج في قطر والإمارات، ستكون المرة الثالثة يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علما أن النسخة الأخيرة في الإمارات توج فيها تشيلسي الإنجليزي.